السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفتوا كيف زوجتي كانت تقوم بالليل وتطلع للحوش وهي مو بفوعيها، وقبل ما نكمل اقرأوا آية الكرسي مرة واحدة، والحين نسمعها من فراس نفسه. لكن الصدق الخوف الحقيقي يبدأ الآن. مرات نسمع صوت صحون في المطبخ وما فيه أحد، مرات صنبور الحمام يفتح لحاله، ومرات نلقى كركم منتشر في زوايا البيت. ليلة من الليالي صحيت من النوم ولقيت زوجتي عيونها مفتوحة وتطالع فيني بدون رمشة، بعدين ابتسمت ابتسامة غريبة ونامت كأن ما صار شيء. وفي ليلة ثانية سمعت حركة تحت السرير. الصبح شفت تحت السرير آثار زحف مرسومة بالكركم. رحت لإمام المسجد وأخذت منه تعويذة. كم يوم ارتحنا، لكن بعدها جت ليلة ما أنساها. زوجتي طلعت نص جسمها من تحت السرير وهي تضحك ضحك عالي، ضحك مو آدمي. رحنا لشيخ روحاني وقال لي بصراحة زوجتك معمول لها سحر فودو، وهالنوع غالبا يجي من إفريقيا. قال لي لازم 10 ليالي أسوي عمل معين في مكان مهجور، دائرة ملح، قرآن، وممنوع بأي شكل أقطع العمل. كل ليلة أسمع صوت زوجتي، مرة تبكي ومرة تناديني بصوتي أنا. آخر ليلة كانت أخطر واحدة، الدباب خرب، صراخ وأصوات نباح حولي، لكن كملت العمل لين النهاية. رجعت البيت وأخذت الموية اللي عطاني إياها الشيخ ورشيتها على زوجتي. من ذيك الليلة كل شيء تغير. اليوم الحمد لله زوجتي طبيعية وربنا رزقنا بعيال. القصة هذه ممكن تحسها فيلم، لكن والله صارت معي فعليا. الله يهدي كل شخص يحسد ويأذي غيره.